جارتي اللي كانت ما كنتش كنتفرق انا وياها، كنعرف عليها الكبيره والصغيره. كنت ديما كنغير من العلاقه اللي بينه وبين راجلها. كنت كنشوفو او كنشوفو متفاهمين، كتخرج تلبس اللي بغات، ما كيقول لها حتى شي حاجه. بالعكس ديال راجلي، وإلا خرجني شي نهار ما تشوفيش هنا، غطي شعرك، ديري هادي ديري هادي، ديما منكد عليا، ماشي كيخرج يفوج بيا. وانا كنت كنشوف شي تصرفات لو كنت انا اللي غنديرهم ممكن راجلي يطلقني فيها، لكن هي ديرهم. راجلها كان بالنسبه له عادي، وما عمري شفتهم خاصمين على شي حاجه. ولكن راجلي العكس، ديما دير معايا المشاكل، ديما منكد عليا. بصراحه وليت كنقول مع راسي يا ريت لو كان راجلي بحال راجلها، كان مانعني انني نلبس لبسه عصري او نكون خارجه ودير المكياج. هادشي كان ممنوع، ممنوع بصفه نهائيه. كان متشدد بزاف. خصنيش ندخل لشي محل فيه راجل، خصو تكون فيه بنت. بغا نشري شي حاجه خصو يكون معايا، بغي نتحرك لاي بلاصه خصو يكون في جنبي. وملي تعرفت على هاد جارتنا وليت كنشوف كيفاش راجلها كيتعامل، مخليها براحتها، دير اللي بغات، تخرج الوقت اللي بغات، تلبس اللي بغات. انا كنت كنقارن راسي بيها، كنقول هي عايشه الحياه وانا دافني وانا في الحياه. بديت كنحاول ندير بحالها، نقلدها. وملي كيبدا يلاحظ راجلي التغيير عليا وعارفني كنكون معاها هي بزاف، كيبقى يدير معايا المشاكل ويبقى يغوت عليا وكيقول لي تفرقي معاها وباغا تولي بحالها. هذيك ما لقياش راجل يحكمها. جمعتنا الصدفه واحد النهار في البحر، وانا ماشيه للبحر، لابسه جلابه ولابسه فولار مغطيه. هي من اللي بغات تعوم، آه يعني لابسه مستوره، ولكن مخليها رجلها تاخد راحتها. خلت لي الولاد ودخلت تعوم. دازت تقريبا واحد 5 دقائق، هو ينوض راجلي حتى هو دخل بغا يعوم. ولكن ماشي هذا هو الغريب. الغريب هو كان في جهتها، وكنشوفو كيهضر معاها وكيضحك معاها في الوقت اللي كان كيقول لي هي ماشي مثال. الناس يديروا بحالو، وما تبقيش تقلديها، ما تبقيش ترافقي معاها. وكيف قلت هذاك النهار ماشي مشينا مجموعين، غير لقاتنا الصدفه في البحر. احنا جيران لكن ما كناش مشينا مع بعضياتنا. فاش عامو سالاو داك الضحك ديالهم جاو. قلت ليه ماشي هذيك اللي كنتي كتقول لي ما تهضريش معاها وما ديريهاش مثال وقدوه في حياتك؟ واخد راحتك وكتضحك معاها قدامي وقدام راجلها. بقى كيشوف فيا وساكت. قلت له لو انا درت هاد التصرف واش هيعجبك الحال؟ قال لي بصراحه لا، ما غاديش يعجبني. بقيت كنضغط عليه، قلت له علاش انت دير هاد التصرف؟ وحق يعني حلال عليك انت وحرام على الناس. قال لي وراجلها ساكت وقابل، وانا مالي؟ قلت له راجلها قابل وساكت وانا ما قابلش. قال لي انا حر ندير اللي بغيت. قلت له على هاد القبال حتى انا حره ندير اللي بغيت، اللي ديرو انت حتى انا نديرو، باش تعرف وتحس حتى انت ماشي حلال عليك وحرام عليا. حيت فعلا وصلت لواحد المرحله معاه، خصني يعني نفجر، ما نبقاش غير ساكته. اي حاجه كيبغي يديرها هو يديرها، واخا قدامي ما كيراعيش ليا واش نتقلق ولا لا، وعلاش انا كنسمع كلامه كنراعيلو وكندير اي حاجه بغاها. هو كل مبرراته ملي كنواجهو هو راجل، يعني راجل يدير اللي بغا، انتيا لا. شويه ويقول وحنا راه غير كنا كنعومو ويا جارتنا سلمت عليها، واش هادي فيها شي حاجه؟ قلت له لا، ما فيها حتى شي حاجه. قلت انا نهدر الامور، كاينين برا وكاينين ناس، بلا ما نكتر وبلا ما نخلي الناس يسمعونا. واحد المره جلسه انا وياها، كيف ما كان الحال انا بقيت صاحبتها وجارتها. قالت لي طولتي الجلسه،
وراجلك ما كيجيش في هذا الوقت فينا هو. يعني حيت انا كنقول ليها كنوجد له الغدا كيجي في وقت الغدا. قلت لها واش فكرك فيه؟ قالت لي والو عادي. قلت لها انا ما بغاش نتفكروا. هي ضحكت قالت لي راجلك معاك في الدار ما بغيتيش تفكري. قلت لها ما كتسمعيش شنو كيدير ليا؟ قالت لي شنو كيدير لك؟ قلت لها ديما صداع المشاكل وديما مانعني من ابسط حاجه. الحكام والسدان راه المتنفس الوحيد هو انتي. وزيدون انا معاوده ليك هادشي من قبل وحنا الباب على الباب وكتسمعي كل شيء. قالت لي تيقيني اذا قلت لك واحد الحاجه. قلت لها شنو هي؟ قالت لي بصراحه يحسب لك انت واش عجبني الحال هادشي كيدير راجلي. ما كيغيرش عليا وعاطيني الحريه اكثر من اللازم. انا يا ريت يكون عندي بحال راجلك. انت راه ما مقدرش النعمه اللي عندك. قلت لها واش عارفه اش كتقولي؟ قالت لي راجلك كيغير عليك وكيبغيك. قلت لها لا انت راجلك بالعكس راه راجلك انت اللي كيبغيك. قالت لي كيبان لك يعني ملي ما كيغيرش عليا راه عنده زيت ناقص. قلت لها لا يمكن هو طبعه هكاك. قالت لي يمكن. قلت لها بالعكس انا ما عجبنيش التصرفات ديال راجلي ولا هاد السيطره وهاد الحكم كله. قالت لي الحياه الناس فيها ما لاقينش اللي بغاو. شوف انت شنو كتمني وشنو كنتمنى انا العكس تماما. قلت لها ما فهمتكش نتيا. بغيتي اللي يسد عليك ويقلل قيمتك. قلت لي بالعكس راه ديك هي القيمه. ووصلت لواحد المرحله وكنت باغا نطلب الطلاق لان كان واحد الحكام واحد السيطره بزاف لدرجه ان ممكن ما نسلمش على اللي هما ولاد خوالي ولاد عمامي. ممنوع عليا هادشي الا العيالات فقط. ولكن الجلسه ديالي مع صاحبتي او مع جارتي نبهتني بزاف ديال الحوايج وبان هذيك الحريه اللي انا كنتمنى وكنشوفها عنده وبغيت نعيشها حتى انا هي ما مريحاهاش. بالعكس محسها بقلة القيمه وانها ماشي مهمه عند راجلها باش يخاف عليها ويغير عليها. كنت غلطه بزاف لدرجه اني كنت كنتمنى لو كان راجلها هو راجلي ومادام هي باغا بحال راجلي يعني يلاقيها الله بيه. لكن ملي جلست معاها وقالت لي كاع اللي ضرها فهمت بزاف ديال الحوايج وان داك المظهر اللي كنت كنشوف من برا وانا معجبه بيه وكنت غنطلق بسببه ما هو الا صوره مزيفه لسعاده حتى هي مزيفه كانت كتصنعها وكتبينها لي هاد جارتي. وفي اخر لحظه قدرت ندارك الموقف ونحاول نخلي راجلي يلين معايا مع الوقت في التعامل ديالو. وزواجنا يعني ما مطورش بزاف. يلاه المده ديال ما كاملاش عام. تفكرت النصيحه او الكلام اللي قالت لي اختي الكبيره ان مع الوقت يكونوا عندي وليدات غيمل هو من انه يبقى حاضيني وساد عليا وهادشي كامل. انا ولا نخرج مع ولادي ولا بزاف ديال الحوايج. وداك التمني اللي كنت كنتمنى كيف قلت ان راجل هيكون هو راجلي بديت كنترك الخطا او الصوره اللي كنت مبهوره بها انها مجرد وهم. وما تنساوش دعم القناة بالاشتراك واللايكات باش يطلعوكم جميع الفيديوهات. فعلوا الجرس. شكرا ومرحبا بكم.